بص بقى، ماتش بكرة مش مجرد قمة، ده ماتش ممكن يغير شكل الدوري كله في 90 دقيقة بس. الزمالك متصدر ب 50 نقطة وبيراميدز وراه ب 47 نقطة، والأهلي داخل تالت ب 44 نقطة. ايه، فهمت. يعني ببساطة لو الأهلي كسب الفرق هيقل ل3 نقط بس، والدوري هيولع نار. لا يا رب، ربنا يكرمكم. لا يا رب، ما تجيب حاجه، مش هتاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. وساعتها كل فريق هيبقى ليه ماتشين بس، يعني اي غلطة بتساوي بطولة ضاعت. بس استنى بقى، في طرف تالت قاعد ومستني يولعها. بيراميدز اللي معاه ماتش مع انبي عينه مش على ماتشه بس، ده عينه على القمة. طيب ليه؟ علشان لو الزمالك وقع وبيراميدز كسب انبي، يعني احنا بنتكلم عن مشاركة في الصدارة بنفس النقط 50-50. يعني ايه؟ يعني ماتش الزمالك والاهلي مش بس بينهم، ده في فريق تالت مستفيد من اي غلطة. انت بتقرطصنا، ها؟ فهمنا ايه؟ الاهلي داخل الماتش وهو عارف انه مفيش اختيار، لازم يكسب. والزمالك داخل الماتش علشان شايف ان الماتش ده خطوة كبيرة جدا بتقربه من الدوري. وبيراميدز مستني اي فرصة علشان يشارك بيها الصدارة. يعني احنا قدام حرب مش ماتش، 3 فرق وحلم واحد. السؤال هنا بقى، مين هيستحمل الضغط ومين هيكسب المعركة النفسية قبل الكورة؟ الاهلي بخبرته ولا الزمالك بثقته ولا بيراميدز اللي مستني يضرب ضربة واحدة؟ بكرة مش هيبقى يوم عادي في الدوري المصري، بكرة هنعرف مين اللي ممكن يخطف الدوري. قول لي انت بقى توقعك، الدوري رايح لمين؟